التي تم توجيهها بالنسبة لنادي المغرب التطواني أو حتى الطريقة التي حصل بها المغرب التطواني على إشراك المهدي الخلاطي الذي كان قد حصل على بطاقة حمراء في لقاء وداد فاس. فاولا ما يمكننا الا نهنئوا فريق المغرب التطواني بالجماهير ديالو، لان هذه الجماهير هي عشيقه. نظر ربما الصوره غنيه عن كل تعبير. اعتقد تيفوات في المستوى، تشجيعات خارقه، وكل مدرب وكل فريق كيحلم يكون عنده جمهور بحال جمهور التطواني، وماشي ساهل تجمع جمهور ديال تطوان، خاصه ان على بعض كيلومترات من اسبانيا اللي كنشوف فيها صحيح. مباريات كبيره. ففي واحد الوقت كانت مباريات ديال تطوان ومباراه المنتخب المغربي كتكون، والجماهير كانت كتمشي باش تشوف المباريات ديال اسبانيا. الان فريق المغرب التطواني استطاع انه يجلب بهذا الكم الهائل من الجماهير، فهذا شيء جميل. واعتقد ان النتائج الان اللي كتحقق هي عند واحد الطرف كبير فيها عند الجماهير اللي كتهضر وكتحقق وكتحفز اللاعبين. واكيد ان الكره بدون جماهير فهي بمثابه طعام ملح. بالنسبه للرجوع اللافته اللي تعلقات شخصي، صحيح انني لا افقه الكثير في مسائل الفيفا، لان انا محلل ارى ما يقع في الملعب، عندي بعض الافكار على الفيفا، ولكن اعتقد حتى كبار الخبراء اليوم في المغرب اخطاوا الموعد في الجموع العامه ديال الجامعه، لان ما عندناش متخصصين فيفا، وهذا ماشي الدور ديالي. انما بغيت نبلغك على ان هذا ماشي الراي ديال كل جماهير ديال تطوان، لان جماهير كثيره هاتفتني في الهاتف، دارت بدا ميساج على التواصل الاجتماعي، فبلغتني على انهم عاجب منهم الحياديه اللي كنهضروا بها. الان ملي كتصدر على فريق المغرب التطواني في واحد الوقت انتصر على 5 فروق ضعيفه، في الفروق القويه تعادل معها، فالناس ما كتبغيش. ملي كتهضر على الخلاطي انه تعطات لا، ولكن هم بهذه الاشاره ربما لم يقصدوا ما قيل، هي تراكمات، ربما تراكمات اغضبت الجماهير التطواني، ولكن يعني ليس بالضروره ان نرضي جميع الاطراف، لانه هناك بعض الاشياء قد نختلف مع بعضنا البعض، ولكن الخلاف في القضيه او الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اما الان الانتقاد على مجموعه من الملاحظات التي وجهتها، خاصه استخدام الفيديو الذي لم يكن مستخدما مثلا من طرف المغرب ولا في اي من الحالات، كيف يمكن لتطوان بادارتها الذكيه الحصول على قرار في ايام او في غضون يومين فقط من طرف الجامعه التي ربما تسابق بعض الانديه الزمن الحصول على بعض القرارات. هذا ما صوره الجمهور. ثم كنا عطينا واحد النقد بلا باقه كبيره للجماهير ملي كانت عن طريق لافته انتقدت الامور ديال القنيطره. نعم. اعتقد لاننا حنا ما يمكنش المغرب تيطوني غيسمع الامور اللي مزيانه. ملي كيكون الفريق قوي كما كان امام وداد غنرجعوا الامور التقنيه فكنوهوا به. ملي كينتصر امام الوافو بصعوبه وما كيقدمش لقاء كبير كنقولوها. الان كاين الناس اللي كتقبل الهزيمه، كاين ما كتقبل الانتقاد، كجماهير الوداد والرجاء والجيش اللي مرات كثيره ما خلينا ما قلنا اليوم وهنؤنا وقال لك كنا حياديين وصراحه. كاين الجماهير اللي ما كتقبلش، فاهلا وسهلا بجماهير تطوان، على راسنا وعينينا الانتقادات ديالهم، ما كاينش الاشكال. مرحبا.